الله عليكم الاخوه والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقه الجديده من قناه ديالكم مصدر الخبر. في هذه الحلقه الاخوه والاخوات نحاولوا نتكلموا على بعض المواضيع ديال اخر ساعه. الموضوع الاول وهو العقوبات اللي غادي يصدرها الاتحاد الاوروبي على العسكر الجزائري. غادي نشوفوا كذلك كيفاش الشرخ اللي وقع ما بين المؤسسه العسكريه الجزائريه والرئيس تبون لما انتقل الى ايطاليا في قمه الدول السبع، وكذلك هناك اخبار رياضيه كتعلق بالمدرب المغربي الحسين عموته وكذلك جمال السلامي. ايضا مواضيع مهمه ان شاء الله الاخوه والاخوات، نتمنى تبقاو معنا حتى نهايه الحلقه. دائما نذكركم بالدعم عبر الاشتراك بالقناه من طبيعه الحال، تفعيل جرس الانذارات وكذلك الضغط على زر الاعجاب باش ينتشر هذا المحتوى على اوسع نطاق. شكرا لكم الاخوه والاخوات، ونمر مباشره إلى التفاصيل. إذن كيف ما قلنا الإخوة الأخوات، فالموضوع مهم ومهم جدا ديال الاتحاد الأوروبي اللي صدر مؤخرا توصية بأنه يسوي الخلاف مع العسكر الجزائري. هذه التسوية كتهم من طبيعة الحال أن النظام العسكري يعود الشركات المتضررة لما أنه اتخذ القرار في 2021 بقطع يعني الواردات ديالو من إسبانيا، وكذلك من طبيعة الحال من الاتحاد الأوروبي نظرا لأن إسبانيا اعترفت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية. فمن ذاك الوقت والقاطعه كانت ما بين اسبانيا والجزائر، وبالتالي فمجموعه من الشركات تضررت بشكل اللي هو كبير وكبير جدا من هذه القاطعه اللي كانت من طرف النظام العسكري، رغم ان الاتفاقيه ما بين الاتحاد الاوروبي والجزائر في 2002 وتفعلت في 2005. وبالتالي فمجموعه من الشركات فقدات بطبيعه الحال مجموعه من مناصب الشغل وما الى ذلك المهتمه بهذا المجال اللي بطبيعه الحال ديال تصدير المواد التجاريه. وبالتالي فقال الاتحاد الاوروبي بان وجب على النظام العسكري باش يعود هذه الشركات في اقرب وقت باش يعودوا للعمل ديالهم بشكل اللي هو طبيعي. وحنا كنعرفوا بان الفيتو اللي رفعت الجزائر ضد اسبانيا لما اعترفت بالصحراء المغربيه، فكنشوفوا بان الصحراء المغربيه دائما كتدخل في القرارات المصيريه للجزائر. فقامت هذه الاخيره باعاده يعني الفتح الابواب ديالها امام مجموعه الشركات الاسبانيه. النظام العسكري الان خاصو ضروري يعوض هذه الشركات الخسائر ديالها الفادحه، وبالتالي لما عودش غادي يكون هنا عقوبات صارمه كيف ما قال الاتحاد الاوروبي على النظام العسكري. فاحنا كنعرفوا من طبيعه الحال النظام العسكري اللي كيتخبط في مجموعه من المشاكل انه كيتخذ قرارات عشوائيه. كل ما كانت الصحراء المغربيه ديال شي هضرات عليها شي دوله بالدعم وما الى ذلك كيتخذ اجراءات عشوائيه ومتسرعه، كان الاخير ديالها كما قلنا ضد اسبانيا، بحيث انه قطع المبادلات التجاريه مع اسبانيا. الشيء اللي ضر هو الاول قبل ما يضر اسبانيا بطبيعه الحال، من بعد رجع حيد الفيتو وخلى المنتوجات الاسبانيه تدخل الى الجزائر. اذا اخواني اخواتي، كما شفتوا هذا النظام المتعفن اللي ما كيعرف فين يحط رجلو دائما عنده المشكل ديال الصحراء المغربيه هي اللي كتحدد ليه المصير ديالو. من بعد حيد هذا الفيتو خلى المنتجات الاسبانيه انها ترجع الوتيره ديالها كما يجب، لكن هناك قطيعه سياسيه. فكان وزير الخارجيه الاسباني الباريس امنع بشكل كلي انه يتحدث على الصحراء المغربيه لما يزور الجزائر، الشيء اللي اربك بطبيعه الحال النظام العسكري وقام بالغاء هذه الزياره المقرره ديال الوزير الخارجيه. وبالتالي فقلنا بان الاتحاد الاوروبي الان كيتوجه الى فرض عقوبات قاسيه جدا على النظام العسكري على حساب الاتفاقيه اللي كانت في 2002 ما بين الاتحاد الاوروبي والجزائر، وبعد يعني الخرق ديالها من النظام العسكري بشكل اللي هو احادي. فاصبحت الان يعني سواء انهم يعودوا هذه الشركات المتضرره، اسوا انهم غادي يكونوا له عقوبات عليهم اللي هي صارمه وقاسيه. وحنا كنعرفوا المشاكل اللي كتعيشها الجزائر الان من عطش طوابير وما الى ذلك. وشوف بان هذه العقوبات اللي غادي يصدرها الاتحاد الاوروبي في قادم الايام الا ما كانش هناك تعويض، غادي تكون لجنه تحكيم بطبيعه الحال غادي يكونها الاتحاد الاوروبي من اجل هذه الشركات المتضرره. وبالتالي فالنظام العسكري من لقاو راسو الان في موقع يعني جد حرج، اللي ضروري خصو انه يؤدي الفاتوره اللي ترتكبت عليه. غادي نشوفوا اخواني اخواتي موضوع ثاني متعلق بالشرخ ما بين المؤسسه العسكريه الحاكمه من طبيعه الحال في الجزائر والرئيس تبون. فاللقاء اللي كان ديال تبون شفناه مؤخرا مع الرئيس الفرنسي بايطاليا، فتاكدنا بان الدعوه على حساب مواقع عده، وكان نذكروا منها ماروك انتليجنس ومجموعه من التقارير كتفيد بان الدعوه كانت بضغط من الرئيس الفرنسي ماكرون باش يلتقي بتبون في
ايطاليا. علاش؟ لان ماكرون الان بحاجه لاصوات الجزائريين اللي كاينين في فرنسا، وبالتالي حنا كنعرفوا مسجد ديال باريس الكبير من طبيعه الحال الممول من طرف الجزائر والضغط ديالو في باريس، وبالتالي فالجاليه الجزائريه كنعرفوا بانها موجوده في فرنسا خاصها تصوت لماكرون ضد اليمين المتطرف. علاش؟ لان اليمين الان اللي هو متجه الى الفوز في الانتخابات الفرنسيه غادي تكون صفعه للجزائر، يقدر يلغي الاتفاقيه ما بين فرنسا والجزائر في 68 اللي كتحد يعني كتنص على الاقامه وما الى ذلك الجزائريين. يقدر هذا اليمين المتطرف من بين الركائز ديالو انه يلغي هذه الاتفاقيه، يطرد المهاجرين بدون اوراق من طبيعه الحال كيف ما عرفنا جميعا، مجموعه من الجزائريين كتهزم فرنسا بدون وثائق وما الى ذلك. ولكن فهذا اللقاء ما كانش مقرر من قبل. شنقريحه بقى فيه الحال. علاش؟ ان تبون كيتقرب بزاف من الرئيس الفرنسي، رغم ان الرئيس الفرنسي الولايه ديالو ما بقى فيها والو. عرفنا بان الرئيس الفرنسي الان اصبح بدون سلطه. لماذا؟ لان كيف ما عرفنا اليمين المتطرف في صعود بفرنسا. اذا الاخوه والاخوات، انتم شفتوا كيفاش ان الرئيس تبون دار مشكل مع المؤسسه العسكريه، وقام شنقريحه بالتوبيخ ديالو حتى من لاحظنا في صلاه العيد بان هناك اجواء غير مكتمله ما بين الشخصين، نظرا لعدم رضا ديال المؤسسه العسكريه على التصرفات ديال الرئيس الجزائري تبون. غادي نرجعوا لهذا الموضوع في حلقات قادمه بالتفصيل ان شاء الله الاخوه والاخوات. غادي نشوفوا في اخر الحلقه المدرب الوطني الحسين عموته الان اللي استقل من التدريب ديال المنتخب الاردني بعد كما كنعرفوا التاهيل ديالو الى المنافسات ديال كاس العالم بطبيعه الحال، الى التصفيات كمتصدر المجموعه والى نهائي كاس اسيا. فالحسين عموته الان اصبح حر نظرا لظروف عائليه كيف ما كان قال في بعض المؤتمرات. فالجيش الملكي، الوداد البيضاوي، الجزيره الاماراتي، كلهم انديه كيتخاطفوا على هذا المدرب المخضرم. فعموته قال في مؤتمر صحفي في خرجه صحفيه بانه لو رجع المغرب غادي يكون فريق الام ديالو هو اللي غادي يدربه، في اشاره الى الجيش الملكي. فالجديد ان جمال السلامي الاطار الوطني يقوم بقياده السفينه ديال المنتخب الاردني بطاقم اللي هو مغربي 100%. نتمنوا له حظ سعيد ان شاء الله في التصفيات المؤهله للمونديال، ويحقق ما حقق عموته من مجد للمنتخب الاردني. اذا الاخوه والاخوات، هذا كل ما لدينا بالنسبه لهذه الحلقه. نتمنى ان المحتوى يكون بالمستوى المطلوب. دائما نذكركم بالاشتراك ديال هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وما الى ذلك، تفعيل جرس الانذارات والضغط على زر الاعجاب باش ينتشر على اوسع نطاق. شكرا لكم اخواني اخواتي، والى حلقه قادمه بحول الله.